قال المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة إنه تعرض للاحتقار في الجزائر قبل نجاحه في قيادة اتحاد العاصمة للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. وأوضح بن شيخة في تصريحات تلفزيونية: لقد قضيت عدة سنوات في المغرب، وقد استقبلني المغاربة بشكل جيد، ولم يسبق لي أن سمعت هناك أي كلمة سيئة في حقي. وأضاف: أصبحت غريبا في بلادي بكل صراحة، فلما كنت مدربا لاتحاد العاصمة تعرضت لشتائم في الملعب خلال إحدى المباريات، وكنت قريبا من ترك منصبي قبل أن يتدخل بعض المقربين الذين نصحوني بالصبر. وتابع: في المغرب اشتغلت لأكثر من 10 سنوات، ومنحوني بطاقة مدرب التي لا تمنح عادة سوى للمدربين المحليين. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.